السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلامة دايما يا رب العالمين. النهاردة هنعمل مع بعض احلى كيكة شوكولاتة ممكن نعملها، سهلة وبسيطة بدون تكاليف كتير وحلوة جدا. هتبقى هفة وخفيفة، هقولكوا هتبقى كده ازاي، ومش هتبقى من جوه مكتومة. هقولكوا بطريقة حلوة قوي، وهقولكوا تسووها في الفرن ازاي علشان ما تبقاش من جوه مكتومة معاكم. نصلي على النبي اول حاجة ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. في اي بولة عندك كده، وهنجيب 2 من البيض وعليهم رشة فانيليا، رشة حلوة كده. انا بحب الفانيليا البودر اكتر من السايلة. كمان هناخد 3 معالق من السكر، ونقلبهم كويس جدا مع بعض. سكر حبيبات عادي خالص، بس قلبيهم ودوبيهم كويس جدا. هننزل معانا بنص كوباية من الزيت، واحدة واحدة كده، ونقلبهم كويس جدا. بعد ما قلبناهم هننزل بكوباية من اللبن، كوباية الا معلقة من اللبن. انا طبعا المكونات كلها كاتبها لكم في صندوق الوصف تحت. معايا 2 معلقة من الكاكاو، كاكاو خام. الكاكاو الخام اهم حاجة عشان يظبط الكيكة بتاعتك وتبقى طعمها كويس، ما يبقاش فيه نسبة مرارة، فلازم تجيبي نوع يكون كويس. انا هنا كنت بنخل الدقيق، معايا كوبايتين من الدقيق بنخلهم كويس جدا، وباكت من البيكنج باودر برضو نخلته كويس، ورشة ملح حاجة بسيطة خالص. ونزلت بالصينية، اهم حاجة الصينية بتاعتك هتدهنيها شوية من الزيت وتعفيرة بسيطة كده من الدقيق. الصينية بتاعتي مقاس 23، كانت بالشكل ده تبارك الله. قعدت في الفرن قد ايه؟ قعدت ساعة الا ربع، لحد ما حسيت بقى حطيت في قلبها. يعني هتحطي سكينة او معلقة اللي انت عايزاه، المهم هتشيليها هتطلع نظيفة ما فيهاش اي حاجة. صوص الشوكولاتة بتاعنا ده انا عملته قبل كده معاكم، هنزل لكم كمان مرة الطريقة بتاعته. سهلة وبسيطة وتحفة، نفس طعم الشوكولاتة اللي هي بتاعة المطبخ، كأنك مسيحاها وحطاها بالظبط. فانا هنا كنت خلاص بدأت ان انا ادهن الوش بتاع الصينية، وكمان تزينيها دي بقى حسب الرغبة بتاعتك. لو ما عندكيش حاجة بقطعة شوكولاتة هتبشريها وتزينيه. كان عندي شوية من الشوكولاتة اللي هي اللي مدورة دي، برضو بدأت ان انا ازينها. مفيش اي مشكلة، وسيبيها سادة حسب ما انت عايزة، مفيش اي مشاكل. في الوقت ده بدأت اقطعها. انا حطيت الشوكولاتة عليها وهي كانت لسه طالعة من الفرن، لان الشوكولاتة بتاعتي كانت تقيلة قوي، فانا عايزاها تسيح شوية وتدخل جوه الكيك، تتغلغل كده جوه الكيك. كمان انا غزغزتها شوية بالسكينة علشان الصوص يدخل جواها وتبقى بالشكل التحفة تبارك الله، طعمها حلو قوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس علشان اي حاجة انا بنزلها توصل